طيب يا شباب، الاوكتا دي ما كانتش موجوده في الفيديو بتاع الاضاءه، فقلت اعمل لكم فيديو كده صغير هسيبه لكم في فيديو الاضاءه، وهسيبه لكم طبعا على الستور في البرودكت. يعني انت غالبا جاي دلوقتي من برودكت تاني، فخلينا كده نفتحها مع بعض ونقول ازاي بتركب. اول حاجه معانا الستاند الكبير اللي بيجي في الكيس ده، نفتحه بالشكل ده اهو زي الفيديو بتاع الاستندات، وهنربط عليه من الجزء ده. بعد كده عندي الجزء ده كده بقدر افتحه واطوله. تمام، انت مش هتشوف الجزء اللي تحت بس هو دلوقتي ساند على الارض. بعد كده هنطول الجزء ده. دي اول خطوه معانا الستاند. تاني خطوه هجيب الاوكتا على طول. تمام، اهي جايه بالشكل ده ومعاها الديفيوزر. هنفك الحته دي كده، الحته دي هتفكها شويه وهنعملها كده وهنربط تاني. بعد كده الجزء ده بيبقى مفكوك كده وبتنزله كده، لو مش مفكوك هتفكه. بعد ما نزلته هربط عليه كده، بعد ما نزلته للاخر خالص هربط عليه بالشكل ده. تمام، زي ما انت شايف كده اهو. مش عارف الفوكس ظابطها ولا لا، بس يعني ايه اظن ظابط. هتفك الجزء ده كده عادي، اللي هي البلاستيكه اللي ماسكه وهتفرد الكابل وتحطه في الكهرباء، ومعاك الفيشه دي بتولع وبتطفي بيها عادي. تاني خطوه هتعملها هي مقفوله بالشكل ده، هتفتحها كده بتدخل، هتلاقي في بتاع من جوه كده اهو، هتدخلها كده وتحط ايه، دخلها للاخر خلاص كده انا فتحتها. تمام، تقدر طبعا من الجزء ده كده اهو تقدر تفك وتميل لتحت او لفوق براحتك، فدي حاجه ايه براحتك، وتقدر تجيبها يمين وشمال عادي زي ما انا بعمل. المفروض هي معاها الدوايه الرباعي بتاعتها بتركب كده لو انت اشتريتها يعني معاها. انا لسه مش عارف الصراحه، على الموقع هخلي اوبشن ان انت تقدر تشتري دي لوحدها، يعني دي ممكن تشتريها لوحدها او لا، بحيث ان انت لو مش محتاج دي معاك ممكن ما تشتريهاش، يعني هتحط لمبه واحده. تمام، انا كده حطيت الدوائر الرباعي. انا هشيلها دلوقتي لان انا هستخدم اللمبه اللي موجوده على الستور، اللمبه ال 150 واط اللي بريموت، اللي بقدر اغير اللون بتاعها براحتي. تمام، بيجي معاها ريموت وحجاره. تمام، وبيبقى اللمبه نفسها اهي. بشيل الجزء ده كده وبعد كده بركب اللمبه، تلفها عادي زي اي لمبه عندك في البيت. هشغل بالزرار. تمام، هي كده اشتغلت على الاصفر. في طبعا ممكن اقلل الاضاءه براحتي، شايفين اضاءتها قويه ازاي، وممكن اعملها وورم او ابيض او اصفر. عندنا 3 الوان. تمام، وعندنا كمان تقدر تقللها وتزودها، ممكن تحطها في السقف عندك في الاوضه اصلا. في شويه ايه اوبشنز تانية، تتحكم في الكلفن نفسه بكذا درجه كلفن. تقدر تتحكم في درجه الصفار يعني باليمين والشمال. تقدر تتحكم في درجه السطوع من الريموت فوق وتحت، يعني انت فوق وتحت، فوق يزود السطوع، تحت يقلل السطوع. تمام، هقلل السطوع عشان ما تعميش. باجي شمال بغير الكلفن، وباجي يمين بغير الكلفن، وهاتلك هو هنا نسب ثابته بحيث انت عايز تسهل نفسك وتعملها مثلا على درجه ايه 25% 50% كده. وعندك هنا برده الالوان بين الثلاث الوان الاساسيين، وبرده تقدر تتحكم في الكلفن بالتفصيل من هنا. تمام، وده طبعا بيطفي ويولع. استنوا بقى احط الديفيوزر. تمام، الديفيوزر بتاعها بتفكه بتركبه كده عادي زي بتاع السوفت بوكس وزي اي اضاءه. دي تقريبا القطر بتاعها 60 سم، هتلاقي مكتوب على الموقع برده. هشغل اهو. تمام، جامد يا جدعان اقسم بالله اهو 25% 50% 100%. هنشوف النتيجه بتاعتها بقى دلوقتي من غير السوفتات اللي انا مولعها هي لوحدها. طبعا الجريد بتاعها لسه شغالين عليه هنعمله، بس ان شاء الله هتنزل بجريد كمان، يعني تقدر تشتري لها جريد قريب جدا، وممكن يكون نزل وانت بتتفرج على الفيديو ده اصلا لسه ما اعرفش يعني. خلينا بقى نشوف تجربتها. طيب يا شباب، انا حطيتها دلوقتي بزاويه 45. هنشغلها بقى. تمام، يا نهار ابيض، استنوا نقلل الصوت شويه. طبعا ميزه الريموت في ايدك انت بتتحكم اهو كده. انا زودت على 100% كده، بقلل كمان كده. حلو قوي. ممكن ايه يزيد سنه، ممكن تقل سنه كده، كويس بالنسبه لي. هي كده من غير جريد. طبعا انت عارف الجريد ده اهميته ايه، انا باصص في الشاشه انا اسف. عارف الجريد ده اهميته ايه، ان هو بيحدد شده الضوء كده، ممكن يكون ورايا منور شويه، بس ان شاء الله لما ينزل الجريد ده هيبقى مش موجود زي السوفت بوكس وزي الاوكتا الثانيه بالظبط. وهي ملمومه على الاوكتا الثانيه دي 70، الثانيه كانت 90، كانت مبهدله الدنيا يعني. نزود الاضاءه، ممكن تجربه برده اهو كلفن المختلف اهو كده، بصفر شويه كده. تمام، مصفر كده، الابيض كده، الابيض خالص، وكده الوسط ده حلو، والابيض برده حلو. انا ممكن اثبت على الابيض خالص. انا ممكن ازود شده الاضاءه سنه، بس انا لو هصور بنفس كده تقريبا اعملها على 50% اضاءه. لا دي كده 50% اضاءه، دي كده 100% اضاءه، دي 25% اضاءه. انا عجباني 25% اضاءه، ممكن تزود انت شويه خليها على 30% مثلا، بالذات ان انت ايديك في ايديك الريموت، مش محتاج تشيل لمبه او حاجه وبتتحكم في السطوع. فدي ميزه اللمبه. الاوكتا ديت حجمها صغير ومناسب جدا الصراحه للتصوير، ولما الجريد ينزل على الموقع هتبقى خرافه، حرفيا خرافه. بس كده، شكرا اتفرجت على الفيديو للاخر. سلام يا صاحبي.